السلام عليكم، أنا محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. هذا الفيديو هو تتمة لما درسناه في الدرس السابق عن الأوبريتورز. إذن على بركة الله نبدأ. كما اعتدنا في كل درس ننشئ ملف جديد. سوف أقوم بإنشاء ملف جديد تحت اسم operators1.php. لا ننسى tag php. ثم نقوم بإنشاء متغير جديد تحت اسم A ونخزن فيه العدد 12 نقطة فاصلة في آخر السطر. الآن عزيزي المشاهد أعرني انتباهك. تصور معي إذا أردنا أن نضيف عدد 10 على ما هو مخزن في المتغير A، بحيث أن الناتج نقوم بتخزينه في نفس المتغير A. إذن ما علينا إلا كتابة $A يساوي $A زائد العدد الذي نريد أن نضيفه 10 نقطة فاصلة. هل هذه الكتابة صحيحة أم خاطئة؟ ما علينا إلا كتابة echo والvariable A ثم نذهب إلى المتصفح. اسم الملف الجديد هو operators1.php. Enter. لاحظ معي أخي العزيز أن الناتج هو 22 والذي هو جمع 12 و10. في ال PHP هناك كتابة أخرى تعطي نفس النتيجة، وهي على هذا الشكل: $A زائد يساوي والعدد الذي نريد أن نضيفه. فهذه الكتابة تعادل هذه الكتابة. للمعاينة سوف نقوم بحذف الأولى ونذهب للمتصفح ورفرش. لاحظ معي نفس النتيجة 22. إذن هذه الكتابة تعادل ما قمنا بكتابته يساوي A زائد العدد الذي أردنا إضافته. علما أننا يمكننا استعمال الأوبريتورز الأخرى مثل الناقص والضرب والقسمة والموديلو والباور. ما عليك إلا استعمال الأوبريتورز متبوع بيساوي. سوف نذهب للمتصفح لمعاينة الناتج. كما تلاحظون أن 12 زائد 10 22. 22 ناقص 10 تعطينا 12. 12 مضروبة في 10 هي 120. 120 مقسومة على 10 هي 12. 12 موديل 10 هي 2. 2 باور 10 هي 1024. En français on dit que 2 à la puissance 10. وهذه الأوبريتورز نسميها بالأساينمنت أوبريتورز أو عوامل التعيين. الآن سوف نتعلم نوع آخر من الأوبريتورز والإنكريمنتن and decrementon operators. الآن سوف نتجه لملف آخر والذي هو operators2.php، بحيث قمت بإنشاء متغير A وخزنت فيه العدد 18. الانكريمنتيشن أو الانكريمنتاسيون، وهي كالتالي: إضافة العدد 1 ما هو مخزن في المتغير. مثلا وكما درسنا في الانسينمنت اوبريتورز أننا إذا أردنا إضافة عدد لنفس المتغير ما علينا إلا كتابة اسم المتغير equal اسم المتغير وإضافة العدد 1. هذه الكتابة تسمى بالانكريمنتاسيون أو الانكريمنتن. هناك كتابة سهلة تعادل هذه الكتابة وهي A++ نقطة فاصلة. نقوم بطباعة ما قمنا بكتابته على المتصفح باستعمال الإيكو واسم المتغير متبوع بنقطة فاصلة. نتجه إلى المتصفح وسوف نقوم باستبدال 1 ب2 operators2.php. Enter. لاحظوا معي الناتج هو 19. 18 زائد 1. بالنسبة للديكريمنتن اوبريتور ما علينا إلا استبدال الزائد بالناقص.
هذه الكتابة تعادل $A equal $A ناقص 1.0. الآن إذا ذهبنا للمتصفح refresh لاحظوا معي الناتج هو 17. 18 ناقص 1. هذا ما يسمى بالincremental and decremental operators. وفي الأخير عزيزي المشاهد، إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بلايك والاشتراك في القناة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد توفقت في شرح لهذا الدرس. أضرب لكم موعدا إن شاء الله يوم الأربعاء على الساعة 9 مساء. كان معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. السلام عليكم.